يا مرحب بيكم في العالم بتاعي وحلقة جديدة من عالم التغليف. احنا النهاردة هنتكلم عن حاجة ممكن تبان عادية لكن فيها تكنولوجيا فوق الخيال. ايه يا عم اسماعيل، ايه الكلام الجامد والتكنولوجيا والكلام الكبير ده كله؟ هقول لك ان دي اقل حاجة ممكن اقولها، عشان انا جاي النهاردة اتكلم عن التغليف الذكي وازاي بيساعد في تحسين جودة المنتج ويخليك مش بس تتعلق من المنتج من جوه، تتعلق بيه جوه وبره. فاعمل لي بقى كوباية الشاي الجميلة بتاعتك ويلا نبدأ. زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت ان التغليف كان عبارة عن حاجة بتحمي المنتج او تحفظه، لكن مع التقدم التكنولوجي دلوقتي الموضوع بقى مختلف تماما. التغليف الذكي نوع من انواع التغليف بيستخدم تقنيات حديثة زي المستشعرات، زي النانو وحاجات تكنولوجية حديثة والمواد القابلة للتفاعل. يعني كده التغليف بقى زي البطل الخفي اللي بيظهر في الكواليس عشان يحافظ على جودة المنتج ويحميه من اي عوامل خارجية زي الحرارة والرطوبة مثلا. في بعض انواع التغليف اللي بقت تستشعر تغيرات في حرارة الجو وتغير لونها لو المنتج باظ او خرج عن نطاق الامان. يعني لو الجو حر وانت خارج بعلبة مكرونة لونها ازرق وعلى ما وصلت البيت بقى لونها اخضر، المدام هترجعك بيها. تقنيات النانو دخلت في التغليف عشان تقدم حلول مبتكرة. النانو ده علم صغير على مستوى الجزيئات وبيستخدم في صناعة مواد تغليف مقاومة للبكتيريا وللرطوبة، وحتى كمان عشان تقدم أطعمة جديدة. طبعا انا صدعتكم معايا بالنانو والمصطلحات المجعلصه دي، حقكم عليا، بس انا كنت حابب ما خليكش تبقى زي الراجل اللي مراته رجعته بالمكرونه. كمل مشروبك وهبسط لك الامور، تعالى معايا. احنا هنتكلم على التغليف بالطريقه التكنولوجيه الحديثه اللي هي ايه؟ QR كود. النهارده بقينا نحط QR كود على التغليف بتاعنا بتاع الحاجه عشان نخش نعمل مسح بالموبايل يظهر لنا خلفيه عن المنتج بتاعنا، عناوين الاماكن اللي بتبيع المنتج ده، فسهلت علينا الامور. يبقى عشان نواكب العصر ابتدينا نواكب العصر كمان بالتغليف. الموضوع ده خلى الموضوع بسيط وجميل، وفي حاجات كتيره بقت تريح العملاء، ان انا بقدر اخش اجيب المنتج بيتباع فين، تفاصيله ايه. بس كل حاجة في الدنيا ليها مشاكل وليها عيوب، فأكيد الموضوع ده ظهر لنا فيه مشاكل. وعشان مفيش حلاوة من غير نار، حتى التغليف الذكي ظهر فيه مشاكل. رغم ان التغليف الذكي بقى ضرورة في عصر التكنولوجيا وهو اللي بيحافظ على المنتج وبيشد انتباه المستهلك، زي ما قلت لكم ان مفيش حلاوة من غير نار، والنار هنا هي البيئة. اوقات كتير البيئة بتعاني بسبب التكنولوجيا. طب ايه يا ابو اسماعيل، انت قلقتني على البيئة، ما تطمني يا عم، هل في حل او في تغليف صديق للبيئة؟ هقول لك لا. انت عايز تعرف كل حاجة كده بسرعة؟ ده اللي هنعرفه مع بعض الحلقة الجاية. اما انت بقى لو وصلت معايا بالفيديو لغاية هنا يبقى انا لازم اشكرك، ومستنى اشوف تفاعلاتكم واسئلتكم ومقترحاتكم. وما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتابعوني دايما عشان نكمل مع بعض مشوار الابداع. وخليكم دايما فاكرين، لو للحلويات بتميل غلفها مع اسماعيل. اشوفكم الحلقة الجاية، سلام.